السلام عليكم. رموش الست، في ناس كتير متخيلة ان رموش الست من الحلويات الصعبة ان انا اعملها في البيت، ولكن هنعملها وهتطلع دايبة جدا ومرملة وما فيهاش غلطة. اول حاجه ببتدي ان انا احط كل المكونات الجافه مع بعضها: الدقيق، السميد، السكر البودره، الجوز هند، وكمان البيكنج باودر. وببتدي ان انا اقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض كده تقليبه صغيره، وبنزل بعد كده بالزبده بتاعتي. هوصل بقى الزبده دي لكل المكونات الجافه، فهتديني عجينه اشبه بعجينه الصبلي او التارت لو فاكرينها. هلم بقى العجينه عن طريق زلال البيض. طبعا بضيف هنا بقى زلال البيض بطريقه تدريجيه لغايه لما عجينتي تتجمع على بعضها بالشكل ده كده. اول لما هوصل للشكل ده هبتدي ان انا اغطي العجينه بتاعتي وهسيبها 10 دقايق كده ترتاح. بحب اعمل كل واحده بوزن 10 جرام، تقدري تقللي او تزودي زي ما حضرتك حابه. وببتدي ان انا اكورها ما بين ايديا، وكمان بعملها بالجنب بحيث ان هي تاخد الشكل الصوابع او تبقى شبه كده الكاراتيه زمان لو فاكرينه. وبعدين ببتدي ان انا ارصهم على الصواني بتاعتي اللي انا حاطه فيها ورق زبده، وبجيب الشوكه بتاعتي وبعمل بالورب كده ضغطه خفيفه في النص، يعني مش بعزم ما عندك، لا برقه كده. اخر بقى حاجه هبتدي ان انا اجيب صفار البيضه واحط عليه فانيليا، وهربهم كده مع بعض، وهنلمع بقى رموش الست قبل لما تدخل الفرن. دلوقتي بقى على فرن مسخن مسبقا على 190 درجه مئويه لغايه لما تخرج بهذا الجمال. هنغرقها بقى بالشربات. شرباتها بيكون اخف قليلا من الشربات العادي، ولكن مش بنفس خفيه شربات البسبوسه. هسيب لكم طبعا طريقته مكتوبه فوق الفيديو. طبعا بسيبها تتشرب الشربات كويس قوي، وبعدين بنتشلها في اطباق التقديم. في اسهل من كده؟